صباحكم كله خير وبركة يا ولاد. أنا هنومة جدة بيت الطيبين. النهاردة العيلة متجمعة وعملنا كحك العيد. تعالوا أقول لكم طريقتي ونعمله سوا مع بعض. الطريقة سهلة وبسيطة. أول خطوة بنسيح السمنة البلدي زي ما هي في العلبة على عين البوتاجاز، عشان الخطوة دي بتاخد وقت فهنبدأ بيها. ودلوقتي ننزل برشة من السمسم المحمص على كيلو من الدقيق. الدقيق لازم يكون نوع مخصص للكحك بتاعه، والسمسم بيدي طعم الكحك الأصلي. دلوقتي يا ولاد هننزل بنص كيلو سكر باودر، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. صلوا على النبي بقى. وننزل بنص كيلو سمنه زي ما هي سخنه على الدقيق، ولازم تفركوه كويس بايديكم. الخطوه دي يا اولاد مهمه جدا، اللهم بارك. ونحط ريحه الكحك بقى دوب، واحلى ريحه هي ريحه الموز يا اولاد. واهم حاجه رشه الملح. اسمعوا كلام الكبيره ترتاحوا معه. وهنا بقى نعجن باللبن الدافي مش بالميه، عشان الكحك يطلع غني وطعمه حلو، وكل اللي ياكل منه يدعي لي. بعد ما نعجن العجينه كويس قوي ونسيب العجينه ترتاح، نبدأ نعملها كور صغيرة. اللهم بارك، العيد فرحة يا ولاد. وبعد ما سيبنا العجينة ترتاح كورناها كلها كور صغيرة قد بعض. ودلوقتي هنحشى أول نوع بالعجوة، وكور تانية هنحشيها ملبن. اللهم بارك. قولوا لي بقى، بتحبوا العجوة ولا الملبن؟ بصوا بقى يا ولاد، هنستخدم المناقيش وننقش الكحك بالشكل الجميل ده. مفيش احلى من لمه العيله واحفادي كلهم حواليا بيساعدوا. وبعد ما رصينا الكحك في الصينيه هندخله في الفرن، نتابعه عشان ما يتحرقش. اول ما نلاقيه استوى من تحت نطلعه على طول الفحم، وبعد ما يستوي نرش عليه سكر بودر. وكده بقى كحك العيد جاهز يا ولاد. بالهنا والشفا للي هياكل للصحي. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد، وينعاد عليكم وعلى اهلكم بالخير. وما تنسوش تعملوا لي تعليقات حلوه، وتشتركوا في قناه امكم هنومه.